امي جايه لي العياده بتقول الحقني يا دكتور، ابني فجاه صحي من النوم بيزك برجله وسخن جامد وعظمه كله مكسر ومش قادر بعد كده يمشي على رجله خالص. هل رجله يكون وقع اتكسر؟ مش هنصنف لها ونقول لها ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في قناتكم قناه دكتور هاني سليمان لجراحه العظام والعمود الفقري والروماتيزم. احنا هنتكلم النهارده عن حاله مشهوره جدا اسمها حاله تسمم المفصل. ده في الاطفال، في تسمم مفصل في الكبار وفي تسمم مفصل في الاطفال. النهارده هنتكلم عن الاشهر تسمم مفصل الاطفال. طبعا مش هيلاحظ ده غير الامهات او الابهات، فالحلقه تبقى يعني هي اكتر اللي يستفيد منها الامهات والابهات بالنسبه لاطفالهم، لان السن اللي بيحصل فيه تسمم المفصل للاطفال ده بيبقى من سن 3 سنين اللي هو يعتبر يعني ما بعد بدايه سن المشي لحد 9 سنين. دي حاجه بتظهر في الاطفال، ان الطفل يقوم من نومه، المفروض ان هو كل يوم بيبدا يومه عادي، فجاه نلاقيه ماشي بيزك على رجله في اول اليوم وبيتألم، وبعد على الظهر كده نلاقي فيه سخنيه وفي زكه اكتر. نيجي اخر اليوم على المغربيه نلاقي الطفل مش قادر يمشي على رجله خالص، يبقى هو بدأ بالزك. وبعدين نقول له بقى في الاخر قوم اقف على رجلك، مش قادر يقف على رجله. فطبعا هنطلع بيه بسرعه على عياده العظام او عياده الاطفال. دكتور الاطفال في السن الصغير هيوجهه على طول على دكتور العظام. اما من بعد 6 سنين الامهات والابهات واعيين فبياخدوه على عياده العظام مباشره ويبداوا يقولوا لنا ايه اللي حصل بالظبط. احنا بنطمنهم وبنقول لهم اهدوا شويه ونبدا نفحص الطفل. طبعا هنفحصه ان احنا نمسكه من ايده ونحاول نخليه يمشي، مش هيبقى قادر يمشي او بيزك زكي جامد على المفصل. نريحه على السرير، نفحص درجه حراره الطفل، ودي حاجه مهمه جدا، هي مش مشهوره قوي في تخصصنا احنا كعظام، لكن مهم ان احنا نعرف درجه حراره الطفل. هنلاقيها عاليه واحيانا بتوصل فوق ال 40. طيب بنيجي على المكان المصاب، على الطرف المصاب، نفحص هل المشكله من الركبه، هل المشكله من مفصل الحوض، هل المشكله من الانكل من تحت. طب هيبان لنا ده بسهوله؟ بيبان جدا بسهوله، لان احنا بنلاقي المفصل اللي حواليه المشكله او اللي عنده المشكله مورم ولونه احمر وردي، احمراره زياده عن لون الجلد، ولما نحط ايدنا عليه بنلاقيه سخن. طيب يبقى 3 علامات مهمه جدا في المفصل ده بنعرف بيها دي حاله تسمم مفصل من قبل ما نعمل اي فحص. بنعرف بيها ده تسمم مفصل ولا لا. ان احنا نحط ايدنا على المفصل نلاقيه سخن، نضغط عليه شويه الطفل يتألم جامد، وطبعا لونه بنلاقيه محمر شويه عن بقيه المفاصل. طيب ايه فحوصاتنا اللي بتاكد لنا التشخيص؟ مهم جدا ان احنا ناكد تشخيصنا بالفحوصات. اول حاجه هندور عليها في المتاح قدامنا على طول اللي دايما موجود في العيادات الاشعه. بس انا بعمل اشعه عاديه هنا او اشعه سينيه مش علشان اقول ده تسمم مفصل او لا، ده علشان انفي ان الطفل يكون وقع، يكون اتعرض لشرخ او كسر في المكان ده، لان من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس او اشتباهات التشخيص هنا ان ممكن يكون الطفل وقع حصل له شرخ او كسر في المفصل. فبنعمل اشعه، طبعا هنلاقي العظم سليم. لما نلاقي العظم سليم نبعته على طول على مركز اشعه بسرعه، نقول لهم اعملوا لنا موجات صوتيه على المفصل، ونحاول ناكد على المريض انه هو يرجع لنا بالاشعاعات ديت في نفس اليوم، لان الحاله ديت يا جماعه من حالات الطوارئ. تمام؟ يبقى اول حاجه ان احنا نعمل اكس راي، وده مش عشان نحدد ان في تسمم مفصل او لا، ده عشان ننفي ان في شرخ او كسر في المفصل. اللي هيحدد لنا بقى واللي هيقول لنا النتيجه الفعليه هي الالترا ساوند او الموجات الصوتيه على المفصل، ودي اهم حاجه في الفحوصات بتاعتنا. بعض الناس بتلجأ للرنين وهي بتبين برضو، بس احنا بنقول الرنين لا، لان الرنين بتاخد وقت شويه. غالبا اللي هيعمل رنين النهارده هيستلمها بكره مع التقرير، واحنا كده هنعطل العيان، واحنا قلنا ان الحاله دي حاله ايرجنت او حاله طوارئ. طيب لما يرجع العيان ونلاقي ان عنده تسمم مفصل، ده لازم يتحول على مستشفى مباشره ويعمل له تفريغ للصديد اللي موجود في المفصل، لان معنى كلمه تسمم مفصل معناها ان في التهاب ميكروبي صديدي في المفصل. طيب ده لازم نخلص منه على طول، لان ده لو سيبناه هيعمل تآكل في المفصل، في الخلايا والغضاريف بتاعه المفصل، ويدخلنا بعد كده للاسف في تآكل في المفصل في الاطفال، ويبقوا دول معرضين لما يكبروا ان هم يغيروا مفصل. تمام؟ طيب احنا قلنا هنحوله على المستشفى علشان ان المفروض العيان ده هيعمل تفريغ لمحتوى المفصل ده من الصديد، سواء يعني نعمله عادي او نعمله تفريغ جراحي او تفريغ بالمنظار لو سنه كبير شويه. طيب هل وقف الفحوصات على كده؟ لا، العيان ده لما يوصل المستشفى لازم نعمل له تحاليله كامله. طيب ونعمل في خلال التحاليل الكامله ديت اهم 3 تحاليل عندنا اللي هم نأكد بيهم برضو تسمم المفصل، لان دخول العيان
او المريض اوضه العمليات دي مش حاجه سهله. انا حولته من العياده على الاشعه بناء على الاشعه علشان اكدت لي ان في تسمم في المفصل، لكن انا عايز اتاكد اكتر لانه لسه برضه في المستشفى لكن ما دخلش اوضه العمليات، فانا عايز اتاكد اكتر. بعمل له صوره دم وديت بيظهر لي فيها كرات الدم البيضاء عاليه جدا، وبيبقى في تكسير شويه في الهيموجلوبين، يعني كرات الدم البيضاء عاليه والهيموجلوبين قليل. السي ار بي او معامل الالتهابات او المعامل الالتهاب الروماتيزمي ده بنلاقيه عالي جدا في السماء، بيبقى فوق مش فوق ال6 فوق ال13 وفوق ال14. هو النورمال بتاعه ان يبقى تحت ال6، لكن احنا بنلاقيه 13 14 ممكن نلاقيه 20 و25 و30 احيانا في بعض الحالات. وكمان الاي اس ار اللي هي سرعه الترسيب في الساعه الاولى والثانيه، ودي برضو بنلاقيها اوفر ومعديه قوي. الطبيعي لسرعه الترسيب ان هي تبقى من 0 ل7 في الساعه الاولى، والعيان ده دايما بنلاقيه 30 40 و60 كمان احيانا. سرعه الترسيب في الحاله الثانيه ودي بتبقى من 0 ل30، والعيان ده بنلاقيه 100 وفوق ال100 كمان. طيب خلاص احنا معانا دلوقتي دليل الموجات الصوتيه، معانا تحاليلنا بتقول كده، خلاص ما بقاش فاضل غير اننا ندخل اوضه العمليه. بندخل المريض اوضه العمليات ونعمل له تفريغ للمفصل وغسيل كويس بحاجات احنا بنستخدمها جوه في اوضه العمليات، وبعد كده بيخرج العيان سليم. بعدها بساعتين لو عملنا له تحاليل تاني هنلاقي كرات الدم البيضاء قلت جدا، هنلاقي سرعه الترسيب نزلت خالص، هنلاقي سرعه السي ار بي او معامل الالتهابات قل خالص، وبالتالي نطمن على تشخيصنا ان احنا كنا مشخصين كويس وان احنا عملنا كده كويس. طيب الحاجه اللي بتنزل من المفصل ديت او الالتهاب الصليدي اللي نزل ده، الافضل ان احنا ناخد منه عينه نبعتها مزرعه علشان نشوف نوع المضاد الحيوي اللي نستخدمه عشان الموضوع ده ما يتكررش مع العيان تاني. طيب المزرعه دي بتاخد من 4 ل 5 ايام على ما تخرج، على ما نتيجتها تطلع. نصبر؟ لا، ندي انتيبيوتيك يكون برود سبيكترم يعني واسع المجال، نديه لحد ما تحليل المزرعه يطلع، ونكمل بالانتيبيوتيك اللي هيطلع في تحليل المزرعه، وكده نبقى تعاملنا مع العيان افضل تعامل وانجح تعامل اللي يريح الدكتور نفسيا واللي يحل المشكله للمريض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.